ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. محبتش ارجع لكم بايدي فاضيه بعد الغيبه الطويله دي كلها عنكم. حبيت ارجع لكم بمفاجاه حلوه قوي. ده كاتب كتاب اخويا الصغير. كان يوم رأس السنه. حبينا ننهي السنه القديمه ونبتدي سنه جديده بحاجه حلوه، وكان كاتب كتاب اخويا. ده كاتب كتاب، بس لسه الفرح قريب ان شاء الله. هما كده كانوا في الجامع هي وهو، وكانوا مستنيين بقى المأذون والجماعة الباقيين برضه هيدخلوا. واحنا كسيدات كنا في الدور العلوي، بس كان في كده زي السور بيبص عليهم في الجزء بتاع السيدات فوق، فكنا بنصور من فوق، وهجيب لكم برضه التصوير من تحت. هسيبكم بقى مع الفيديو. المأذون اتأخر واداكوا فرصة تفكروا. شاور مخ. المأذون بيديكوا فكري يا منى الأول. فكروا كل مفيش تأثير تفكير. يلا بسرعة، السنة الجديدة قربت. يلا فكروا تاني. شهادة وعددا، وأنزل فينا رسولا كريما اطلعه على الحقائق ففاق أباه وعرض عليه الجبال ذهبا فأبى ونهى وكان له فضل علينا، لذلك جعل له مفاتيح الغيب وكدا. يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن المولى تبارك وتعالى جعل الزواج سنة محمودة وسنة حميدة تتقارب بها الأنساب وتتصل بها الأرحام وتزداد المحبة بين الناس في قوله جل في علاه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرء لأربع: لمالها وجمالها وحسب دينها فاصفر بذات الدين تربت يداه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم إنه له جاء يقايا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للعريس: أيها الناس اتقوا الله في النساء إنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن حقوق عروسة وأن ينزل عليهم ما صبا ويجعل معيشتهم كدا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام.